سعيد عليكم. بعد يوم واحد من الإعلان عن الاتفاق بتاع شرم الشيخ للسلام اللي هو بتاع وقف الحرب على غزة، ده كان يوم 9/10، يوم الخميس اللي فات. بعدها بيوم، يوم الجمعة، يوم 10/10، نشرت وسائل الإعلام حاجة عن اللي سميته الملحق الإنساني، وفي اللي سماه الملحق السري للاتفاق. الملحق ده كان فيه بنود، في منها اللي جه يعني شبه شوية اللي جه في الاتفاق الأساسي، وفي منها اللي ما جاش في الاتفاق الأساسي، وكان الصراحة يقلق. وهو كان خاص بأنه فتح معبر رفح من الناحيتين، وأنه يتسمح يدخل عدد مش محدود من الفلسطينيين من غزة لمصر. أنا حبيت أتأكد الأول من الملحق ده، فرحت للمصدر الأساسي اللي نقلت عنه وسائل الإعلام، وكان هو إذاعة الجيش الإسرائيلي. كانوا قايلين ده سموه الملحق السري أو الإنساني، نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي وسموه تسريب. دورت على حسابات إذاعة الجيش الإسرائيلي ولقيت حسابها ده مثلا على تويتر، ودورت على الخبر بتاع الملحق اللي هو ده. الخبر نشره المراسل العسكري بتاع الإذاعة، مراسل عسكري لإذاعة جالاتس الإسرائيلية. جالاتس ده اسم الإذاعة بتاعة الجيش الإسرائيلي، ومراسل اسمه دورون كادوش. طبعا الخبر بالعبري، فإحنا عرفناه عن طريق لما شفنا الترجمة. لما هو جاب الترجمة بالإنجليزي كانت زي ما نشرها وسائل إعلام. هو مسميه الملحق السري أو الملحق الإنساني. تمام. وقبل ما نقول ايه جه في الملحق، هنقول على السريع البنود بتاعه الاتفاق الاساسي اللي اتعلنت بنوده في المرحله الاولانيه في 9/10/2025 في مدينه شرم الشيخ المصريه، وتسمى في الاعلام خطه ترامب للسلام او اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب على غزه. والبنود الاساسيه بتتكلم عن وقف الاعمال القتاليه في غزه، يعني وقف الحرب، تسليم الفصائل الفلسطينية الرهائن اللي عندها الحي والميت على مراحل، إسرائيل هتطلع من السجون 2000 فلسطيني، يتسمح بدخول المساعدات من 5 معابر، مش منها معبر رفح، لأن معبر رفح أساسا مش بتاع بضائع، ده بتاع أفراد. انسحاب الجيش الإسرائيلي من كذا مدينة في غزة في المرحلة الأولانية. تمام. ندخل على بنود الملحق السري أو الملحق الإنساني. أما نشوف ترجمتها بالعربي، احنا هنقراها الاول وبعدين هنمسك واحد نشوف تأثيره علينا احنا في مصر. يعني احنا كل اللي حاصل في الدنيا ده كله احنا اللي يهمنا تأثيره علينا احنا ايه في مصر. هو 4 بنود نقراها بعد كده نعلق. انا جايباه بالعربي ضمن المقالة اللي نشرتها عن الملحق ده في مدونة كيماوي الهكسوس. البنود بتقول: سيتم إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة والقطاع الخاص. ستحمل الشاحنات مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء ووقود وغاز طهي. 2. ستكون حركة الشاحنات حرة من جنوب القطاع إلى شمالها على طريقين صلاح الدين ورشيد. 3. سيسمح لسكان غزة بمغادرة غزة إلى مصر عبر معبر رفح بنفس آلية اتفاقية يناير 2025 بعد موافقة إسرائيلية وتحت إشراف وتفتيش وفد من الاتحاد الأوروبي، ولن تكون هناك قيود على عدد الأشخاص المغادرين غزة إلى مصر. نمرة 4. لأول مرة منذ 7/10، يعني من ساعة ما بدأت الحرب في 2023، سيتسنى عودة سكان غزة الذين غادروا القطاع من مصر إلى قطاع غزة، ولن تبدأ عودة الغزيين إلا بعد وضع آلية مع المصريين، وبعد ذلك سيتم تحديد المعايير ونطاق العمل والعملية بأكملها. طيب دلوقتي ناخدهم بند. البند الأولاني الخاص بأنه هو يدخل 600 شاحنة. مين الملزوم ببضائع 600 شاحنة كل يوم؟ البند الأولاني بيقول إنه هيدخل لغزة 600 شاحنة كل يوم. والسؤال هنا: كام دولة أو منظمة هتلتزم إنها تبعت مساعدات كل يوم عشان يتوفر الكمية المهولة دي من المساعدات؟ وأنهي دولة هي اللي هتشيل مسؤولية وحمل إنها لازم توصل العدد ل 600 شاحنة كل يوم بكل اللي مطلوب من أكل وأدوية وأدوات نظافة وبنزين وغاز وحاجات للسكن إلى آخره، زي ما شفنا في السنتين اللي فاتوا من بعد ما بدأت الحرب في 2023. أكتر دولة الحكومة بتاعتها خلتها ملزومة بالمساعدات دايما هي مصر، حتى من غير الحكومة ما تهتم بأي أزمة نقص في الدواء أو زيادة الأسعار في السوق المصري. الأزمات دي اللي كانت بتحصل في مصر كان الأهم عندها إنه يتوفر المساعدات لغزة. طيب ده كان قبل اتفاق وقف الحرب، فإيه هيحصل بعد ما الحكومة حملت مصر مسؤولية تنفيذ الاتفاق، لأنها هي وسيطة أساسية فيه، والإعلام صدروها على إنها أهم وسيط، فهتعمل
اللي علشان توفر المساعدات اللي تملى 600 شاحنة كل يوم بأي طريقة، سواء التزمت معاها الدول التانية أو خسعت وبقت تبعت فين. وحسب ما زعته وسائل إعلام في مصر زي قناة إكسترا نيوز وقناة القاهرة الإخبارية، فالحكومة وفرت كمان لبتوع غزة حتى الشاحنات اللي هتنقل النازحين للمدن اللي نزحوا منها في غزة، وسط هتافات لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي ورفع الإعلام المصرية. البند الثاني من الملحق السري أو اللي بتسمى الملحق الإنساني، وهي حركة الفلسطينيين جوه القطاع. البند الثاني بيقول إن إسرائيل هتسمح للفلسطينيين يتحركوا من جنوب القطاع لشماله، ودي ما تهمناش إحنا المصريين متهيألي في حاجة إلا في إنها هتخفف الحشد بتاع الفلسطينيين اللي كان نازحين قرب الحدود المصرية. نيجي للأخطر من البند الأولاني، لأنه بيتكلم عن إنه مسموح للفلسطينيين يطلعوا من غزة لمصر عن طريق معبر رفح. واللي يلفت النظر في البند ده إنه واضح إنه مش هيكون شرط يكونوا جرحى أو مش جرحى، ومعنى ده زيادة الحجج اللي هيدخل بيها الفلسطيني لمصر، إنه ما فيش أي قيود هتتحط قصاد اللي عايز يطلع من غزة لمصر بخصوص العدد، لأنه اتقال ولن تفرض أي قيود على مغادرة غزة إلى مصر بشأن العدد. ومعنى ده انه ممكن يتسمح يدخل لمصر مش بس المصابين والجرحى زي ما كان ايام الحرب، لكن كمان لاي غرض. فبعد وقف الحرب محتمل يبقى كتير من الفلسطينيين عايزين يجوا لمصر، اما بحجة التعليم لان مدارسهم وجامعاتهم متهدمة ومحتاجة لسه تعمير، او بحجة مش لاقيين فرص شغل كفاية، او بحجة يشتروا مستلزمات تجهيز بيوتهم ومزارعهم، او بحجة التجارة، او بحجة استثمار، او زيارة اهل ليهم في مصر الى اخره. وكتير منهم ممكن ما يرجعش غزة الا زيارات او باعتبارها بلدهم التاني مش الأساسي. والملحق مش مكتوب فيه إنه من حق مصر ترفض دخول ناس معينة ولا لأ، وإن كان ده هيبقى له تنظيم واتفاقيات تانية بعدين حسب اللي جه في البند. يمكن الشرط الوحيد اللي ظهر في البند ده هو إنه ياخدوا موافقة إسرائيلية، وطبعا إسرائيل يعني على قلبها زي العسل، لو أكترهم أكتر اللي في غزة ما كانش كلهم يمشوا. اللي قصادنا ده مش فيديو جديد، دي حاجة قديمة من أول ما بدأت الحرب وبدأوا بدأ يطلع فلسطين من قطاع غزة. ونفتكر هنا إنه دخل لمصر من غزة من يوم ما بدأت الحرب في 7/10/2023 أكتر من 100,000 فلسطيني، وفي تقديرات بتقول إنهم 200,000 أو أكتر. ففي 22/10/2024 نقل موقع الشروق تحت عنوان فلسطين 100,000 مواطن من غزة جاءوا لمصر منذ 7 أكتوبر. نقل عن بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية إنه من وقت ما قامت الحرب دخل لمصر أكثر من 100,000 مواطن فلسطيني، بالإضافة إلى الآلاف ممن كانوا متواجدين في مصر قبل الحرب الإبادة والتهجير، ونحو 13,000 طالب وطالبة ممن يدرسون في الجامعات والمعاهد العليا المصرية، من بينهم حوالي 70% من قطاع غزة. الكلام ده كان إمتى؟ كان خلال سنة واحدة من بداية الحرب، يعني من شهر أكتوبر 2023 لحد أكتوبر 2024، ودخل أكتر من 100,000 وما رجعوش، ده غير اللي كانوا موجودين قبل الحرب. وكده يبقى عدت سنة بحالها كمان، فإحنا دلوقتي في أكتوبر 2025، فلو قدرنا إنه دخل نفس العدد يبقوا كده على الأقل 200,000 بخلاف زي ما قلنا الموجودين قبل الحرب. البند الرابع والأخراني يخص رجوع الفلسطينيين من مصر لغزة. البند الرابع بيتكلم عن العكس، يعني إنه هيبقى مسموح يرجع الناس اللي دخلوا من غزة لمصر، وحسب ما جاء في البند ده فإنه لأول مرة من يوم 7/10 يعني من أول ما بدأت الحرب سيتسنى عودة سكان غزة الذين غادروا القطاع من مصر إلى قطاع غزة. وده معناه إيه؟ معناه انه ولا واحد فلسطيني رجع لغزة من اللي دخلوا بعد ما بدأت الحرب تحت اسم جريح ومصاب وحالات إنسانية إلى آخره. وبيكمل البند انه مش هيبدأ رجوع الغزاويين لغزة إلا بعد وضع آلية مع المصريين، وبعد ذلك سيتم تحديد المعايير ونطاق العمل والعملية بأكملها. يعني حسب الصياغة لو كنت فهمت صح، فالبند 3 فيه اللي هو بتاع دخول الفلسطينيين من غزة لمصر فيه تسهيلات كبيرة لدخول الفلسطينيين، ممكن يبقى بشكل سريع مش هيتأجل كتير. أما إنه الفلسطينيين يرجعوا من مصر لغزة فده لسه محتاج تحضيرات واتفاقات وتظبيطات تانية بين المصريين والإسرائيليين. كمان واضح إنه ما تقالش إن رجوع الفلسطينيين لغزة بلا قيود زي ما كان متقال على دخولهم من غزة لمصر. يعني ممكن الإسرائيليين يتلككوا أو يحاولوا يخلوا العدد مش مفتوح ويبقى الرجوع مش كامل، ويدوب أعداد غالبا اللي عايزة تزور أهلها مثلا أو تبشر أعمالها وتروح وتيجي بين مصر وغزة. أما الرجوع النهائي فمش هيكون العدد الكبير على الأقل في الوقت القريب. طيب هنا كده يناسب نحط عنوان للكلام اللي جاي، وهو التخفيف عن الفلسطيني والتحميل على المصري.
على أساس اللي فات، فأنا واحدة من الناس مش جوايا فرحة بخصوص اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب على غزة، إلا في إنه السمعة الحلوة اللي زادت في العالم بالنسبة لقوة ومهارة مؤسسات الدولة المصرية، سواء كان وزارة الخارجية أو جهاز المخابرات إلى آخره. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن الحرب وقفت، وإحنا دايما مع سلام، مش الحرب، خصوصا وإنها مش حرب عشان الحق، لكن كانت حرب بين الباطل والباطل اللي هم إسرائيل وحركة حماس. فكل واحدة منهم مشيت في الحرب عشان مصالح تخصها هي والدول اللي وراها، زي يزودوا نفوذهم ويحافظوا على مراكزهم السياسية، أو يتوسعوا ويضروا مصر وفلسطين، مش فلسطين بس. غير كده واضح ان الاتفاق بيزود اعباء على مصر، وان مؤسسات الدولة كانت حريصة وهممها التخفيف عن الفلسطينيين وزيادة فرصهم في الحياة جوه غزة او جوه مصر، اكتر مكان يهمها تحمي المصريين وتحمي فرص حياتهم جوه بلدهم. واللي ظاهر بالنسبة لي لحد دلوقتي هو انه المسؤولين في الحكومة في مصر اهتموا بمنع تهويد غزة، لكن مش هممهم فلسطنة وثورنة وسودنة وتهويد الى اخره مصر، يعني عن طريق ان هم بيجيبوا فاتحين البلد سداح للجاليات الاجنبية باسم لاجئين واشقاء وحالات انسانية وعلاج الى اخره، ويسيبينهم يبلطوا ويتوطنوا ويتجنسوا ويتملكوا وينشروا هوياتهم المختلفة في مصر. وهم دايما بيمضوا على اتفاقيات، ده من سنين طويلة بيمضوا على اتفاقيات تسهيل دخول الأجانب لمصر بكل شكل، وده مش واضح في اتفاق شرم الشيخ بس، لكن في سلسلة طويلة من الاتفاقيات اللي تبع الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، واللي نشرتها في كتاب الاغتيال الكبير اللي جمعت فيه الاتفاقيات اللي مضت عليها مصر بخصوص اللاجئين وازاي بيتحولوا للمهاجرين وتوطينهم. نمرة 3، المسؤولين مهتمين بأنه توصل البضائع من أكل وشرب وأدوية وأدوات نظافة ومستلزمات السكن والدراسة إلى آخره للفلسطينيين ومن أفخر الأنواع وببلاش، ويعتبروا ده فريضة وواجب عليهم وقدر مصر زي ما بيقولوا. أما بالنسبة لتوفير الحاجات دي للمصريين فبيبقى بتتقدم ليهم أوقات كأنه فضل وإحسان من الحكومة للشعب اللي تعبها بكثرة الخلفة، حسب ما بتشكي يعني من كثرة الخلفة، وبتشيل كل يوم حاجة من الدعم بتاع الكهرباء وبتاع المية وبتاع الغاز وبتاع التعليم وبتاع الصحة وبتاع المواصلات إلى آخره، وبتلغي شوية بشوية مجانية التعليم والصحة. نمرة 4، المسؤولين مهتمين بسمعتهم البرانية، يعني بمدح الحكومات والمنظمات والشعوب الأجنبية ليهم. فيا فرحتهم لما الناس الأجنبية دي تقول الحكومة المصرية وفرت للاجئين كل الدعم، وفرت للاجئين والفلسطينيين كل الدعم، ومش بتفرق بينهم وبين المصريين. واهتاف مثلا جزء من الفلسطينيين الأيام دي للحكومة في مصر وطلبهم منها إنها تكمل في إنها توفر لهم المساعدات إلى آخره بعد وقف الحرب. أما بالنسبة لسمعتها جوه مصر فدايما يطلع الرئيس السيسي يقول إنه بيضحي بشعبيته ومش فارقة معاه شعبيته، المهم يعمل الإصلاح الاقتصادي اللي في دماغه، يعني اللي هي عمل المشاريع الكبيرة زائد إن هو يشيل الدعم، جنب إنه بيتباهى بإنه بيوفر للهكسوس اللي بيسميهم الضيوف كل الدعم، ومش مهتم بكل الحملات اللي بنعملها وبنكشف فيها خطر الهكسوس من سنة 2013 واللي مؤسسات الدولة عارفاه أكتر مننا، وواضح في البلاوي والحروب اللي فيها الدول اللي مبلية بتعدد الأعراق والطوائف. في النهاية واضح ان المسؤولين اللي اتفاوضوا مع امريكا وقطر واسرائيل وفصائل الفلسطينيين بخصوص اتفاق شرم الشيخ كان غالب عليهم لسه فكر القومية العربية اللي ملخصه انه العرب اولا والمصريين بعدين، او فكر الخلافة الاسلامية انه المسلمين اللي مش مصريين اولا والمصريين بعدين، وان اخوة الدين والعروبة فوق اخوة البلد، وانه قدر مصر تدفع وتدي وما تسألش عن مكسبها ايه. كمان مسيطر على كتير منهم فكر الجماعات اللي ربطة نفسها بأنساب أجنبية دخيلة، يعني اللي بينسبوا نفسهم لقبائل أو بلاد في جزيرة العرب ولا الشام ولا ليبيا إلى آخره، وشايفين نصرة شعوب البلاد دي أولى من نصرة المصريين، وإن المصريين اتخلقوا عشان يتحملوا ويخدموا ويضحوا لبقية الشعوب، وإلا يتسحب منهم لقب الريادة أو لقب الدنيا. وفي الآخر دايما بنقول إنه بيكون الحل إنه ترجع للمصريين عقيدة مصر للمصريين، المصريين الحقيقيين، مش المصريين بورقة الجنسية، لكن قلوبهم وعقولهم مع بلاد وتنظيمات برانية. الحلقة اللي عايزها مكتوبة هيلاقيها نزلها على مدونة كيما والهكسوس بعنوان الملحق السري لاتفاق شرم الشيخ دخول الفلسطينيين لمصر من غير حدود، 12 يوم 12/10/2025 بقلم افتكار السيد بن قوسين نفرتاري أحمس. وفتكم بألف عافية.
أصل عوده، ده اللي يمد في كسوره اشتد